ايه يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا بقى النهارده نعمل جاتوه الخلاط. جاتوه الشوكولاته من غير اي شوكولاته، والمكونات كلها في الخلاط في اقل من 5 دقايق. هيكون عندك جاتوه اقتصادي وموفر واجمل كتير من اللي بتشتريه من بره. هنيجي كده في شفشق الخلاط بكوبايه من اللبن وكوبايه من السكر، وهنضربهم الاول كويس جدا في الخلاط لحد ما السكر يدوب. بعد ما السكر يدوب مع اللبن هنيجي كده بكاكاو، هننزل بيهم في قلب الخلاط ونضرب كويس جدا المكونات مع بعضها. وهنيجي بقى بكوبايه من الزيت، والزيت مش هننزل بيه مره واحده، هنبدا ننزل في الخلاط كده شويه بشويه من الزيت لحد ما الخليط يتقل معانا كويس جدا ونحصل على القوام اللي احنا عايزينه. تمام كده. هنيجي بعد كده هناخد من الخليط ده كوبايه كده من الشوكولاته اللي احنا عملناها، نحطها على جنب. هنيجي بقى في الخلاط عندنا 2 عدد بيضة، هننزل بيهم على الجزء المتبقي من الخليط ونضربهم كويس جدا في الخلاط، وهنضيف عليهم ظرفين من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة هتحطي معلقة صغيرة. هنرجع نضرب تاني الخليط مع البيض ونضرب كويس جدا، وناخد حوالي كده دقيقتين 3 عشان البيض كل ما بينضرب في الخلاط الكيكة بتبقى هشة معاك. تمام كده. هنيجي بقى كده في بولة ونجيب عندنا المكونات الجافة. المكونات الجافة عندنا عبارة عن كوباية من الدقيق، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وذرة ملح صغيرة. هننزل بقى بباقي المكونات اللي ضربناها في الخلاط على المكونات الجافة، هننزل بيها على مرتين كده، ننزل بشوية وبعدين نضرب كويس جدا المكونات مع بعضها، ونرجع ننزل تاني ببقية السوائل ونضربها كويس قوي. وهنيجي عندنا بقى بصينية كده دهنينها بالسمنة او الزيت وعليها رشة من الدقيق، وهننزل وهننزل بالخليط ده بقى في الصينية بيها. وهيكون عندنا فرن مولعينه من قبل ساخن جدا على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هنسيبها كده، هي خدت معايا حوالي 15 دقيقة. الكيكة دي ما بتقعدش كتير في الفرن زي الكيكة العادية. وبعد 15 دقيقة اختبرتها كده بخلة، طلعت نظيفة، فتأكدت خلاص ان هي استوت. ما تغيبهاش في الفرن اكتر من اللازم عشان ما تنشفش معاكي، خليها كده تخرج اول ما تستوي معاكي هتبقى هشة وجميلة. هنيجي بقى هنا الكريم شانتيه ونعمله ازاي. على ما هي تستوى عندنا كوباية من الحليب و3/4 كوباية من الكريم شانتيه. هنيجي كده بكوباية الحليب دي، حاولي تكون باردة يعني من الفريزر، هتدلقيها بقى على كريم شانتيه وهتضربي كويس جدا لحد ما تحصلي على القوام اللي انت عايزاه من الكريم شانتيه. وهتيجي بقى عندك بمعلقتين كبار كده من الشوكولاته اللي انت ضربتها في الخلاط اللي هي الكاكاو، وتنزلي بيها على الكريم شانتيه لحد ما تاخدي اللون اللي انت شايفاه ده، يكون لونها لونها بني كده. تمام كده. وكده يبقى عندك احلى كريم شانتيه جاهز بقى. هنحطه في التلاجة يبرد على ما نشوف الكيكه يبقى نطلعها من الفرن. ودي الكيكه هي يا حبايبي بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله هشه ومستويه جدا. هنجيب عندنا بقى كده حاجه كده ونخرمها بيها بحيث ان هي تخرج الهواء اللي جواها وتبرد براحتها. وده شكلها من الناحيه التانية اهي. ودي الناحيه اللي احنا هنحط عليها المكونات، هنحط عليها طبقه الجاتو، طبقه الكريم شانتيه وطبقه الشوكولاته. تمام كده. هننزل بقى كده بالكريم شانتيه عليها كده ونفرده كويس. تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعدين هاخدها في التلاجة، احطها شويه في التلاجة تبرد حوالي ربع ساعه كده او اكتر، يعني لحد ما تحسي ان الكريم شانتيه عليها بقى يعني بقى متماسك كده. بعدين هاجي بقى على ما هي تبرد هنعمل هنخف الصوص شويه. هنيجي بقى بالشوكولاته اللي احنا عملناها ديت، هننزل عليها معلقتين من الحليب كده، نخففها شويه كده بحيث ان احنا نعرف ان نصبها على الكريم شانتيه فوق فوق الكيك. وهو ده القوام كده، نقلب كويس كده، وده القوام اللي احنا عايزينه. هنجيب بقى الكيكه من التلاجة وهنزل بيها بصوص الشوكولاته ده زي ما انت شايفه كده. هنسيبها كويس جدا. هنرجع ندخلها تاني في التلاجة حوالي 10 دقايق كده قبل ما نقطعها، وبعدين نخرجها نقطعها كويس بالسكينه كده بالراحه، وهيبقى شكلها بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكده يبقى عندك اجمل جاتو اتعمل في اقل من 5 دقايق، نضيف جدا، موفر جدا، ولذيذ جدا، وكل مكوناته في الخلاط. وكده تبقى عملت الترند بتاع اليومين دول، وهي كيكة الشوكولاتة
كلها في الخلاط بمكونات بسيطة جدا. لو عجبتك الوصفة بالله عليكي لايك ومتابعة. بحبكم في الله، ما تنسينيش من دعوة حلوة.